يعني امتدادات يعني على الجزائر، لانه كما قلت يعني هناك نفس العرق في البلدين. ولهذا يعني الجزائر دارت عفوا منير، عندما تقول بلد فقير وتسخر منها هكذا، اللي يسمعك يا اخي يقول انك السويد ولا سويسرا. يا اخي عندك الفقر حتى من راسك الى اخمص قدميك يا اخي. لا عندك فرق. ناس. ايش من فرق؟ ما الفرق؟ لا، هو لو تتكلم بين المالي والجزائر ولا بين المالي والمغرب فرق يعني. فرق يعني المغرب بلد غني، عنده سياحة، عنده صناعة، عنده. والمالي مساكن يعني، حتى العاصمة ما فيهاش الطرق المعبدة. كيفاش تقول يعني؟ ما تقدرش تقارن بين هذه وهذه يعني. هذا بلد يعني فقير وفيه. ولهذا يعني حكموه الناس هذو البسطاء، يعني المتهورين هذو. لأنه هذو الناس ما عندهمش كفاءة باش يحكموا بلد، لأنهم يعني يعني جاوا في بلد فقير وثقافة قليلة، لهذا هم حكموا. فهذو يعني هذو هم لهذا يعني وقع هذا الأمر عندهم واضطهدوا غيرهم وصار اللي صار يعني. أما هم يعني هذو الزمرة هذه الحاكمة. طيب لحظة، سؤالي لك لكن بصراحة، كيف تبررون لطوارق مالي أن يثورون ويتحدثون وأنت باركت هذه الثورة باعتبار أنهم مظلومون؟ ماذا لو حصلت نفس المظالم على طوارق الجزائر وثاروا على النظام الحاكم في الجزائر؟ هل ستكون بنفس الموقف؟ أنا أولا يعني قيل الأمس أنني أنا أتلذذ ولا أفرح بهذا الوضع، بالعكس يعني أنا أتألم. هذا يعني رد على سؤالي. نعم، هذا مصائب يعني، مصائب ومآسي. رد على سؤالي. إيه، اسمح لي، انا فقط يعني حبيت ارد على امس، لان امس كان عندي حق الرد وانت ما هبطتني، ما خليتنيش. طيب رد على السؤال وبعدين خذ حق الرد. طيب وش السؤال؟ اسمح لي. سؤالي، بما انكم تبررون هذا التحرك لطوارق الازواد في شمال مالي باعتبار انهم مظلومون وان اهل الجنوب ظلموهم كما قلت انت، اذا حصل وكانت نفس المظالم على طوارق الجزائر وشكلوا مجموعة وتحالفوا مع القاعدة وذهبوا إلى المرادية وقتلوا وزير الدفاع هناك وثاروا على نظامكم في الجزائر، هل ستقفون نفس الموقف الأخلاقي أم ماذا؟ طبعا إذا كان هناك ظلم ضدهم كلنا نقف ضدهم يعني. كلنا يعني الناس يعني أصحاب يعني ستقف مع أي تحرك قبائلي ضد حكومتك في الجزائر؟ القبائل هم ليسوا مضطهدين، بالعكس هم مدللين. الطوارق يعني إذا ثار الطوارق نتيجة جوع أو فقر أو شيء أو تهميش، يعني أنت ستكون معهم وهم يثورون على نظامك الحاكم في الجزائر. نعم بطبيعة الحال يعني. لا نؤيد الظلم أيا كان. وده أي واحد مظلوم يروح يحمل السلاح ويروح يدق الحاكم هكذا فوضى، هكذا الدنيا فوضى. كان واحد انسان يعني مظلوم ظلم صارخ، هذا اكثر من ظلم الطوارق وظلم اي واحد. هذا اسمه جلول سلامه، هذا رجل عالم يعني استفتي في امر يعرف اعطى غار جبيله، دير غار جبيلات وما حبش. نعم بكل صدق، ما حبش يكذب علينا، قالنا الحقيقه. فعملوه يعني حكموه، ادوه للسجن، وهو انسان عنده امراض مزمنه وراه يعاني. هذا هو انسان انا كنت نتفكر قصته يعني دموع يجي في عيني وادعو له في ظهر الغيب. هذا هم الناس المضطهدين. الله، دموعك تجي في عينيك علشان هذا جلول سلامه. اي نعم هذا انسان. ومئات الناس ماتوا في مالي، ما في ولا دمعه يا منير نزلت لهم. لا قلت لك انا الشيء في مالي لست يعني احبذه ولست اتلذذ به، بل انا انتقد موقف تاع الناس متهورين تسببوا في هذه المأساة. وانا كذلك بهذه المناسبة اقول للمغرب يعني، وانا لا اذكر المغرب الا بالنصيحة. اذكر المغرب انه من مصلحتهم انهم يحبوا يوقفوا الموقف الذي يحبه الله ورسوله، يروحوا ينصحوا هذا الناس، هذو الزمره تاع قويطه هذو، يقولوا لهم يعني تصالحوا مع شعبكم واعطوهم شيء من الحقوق باش هكا ما تصراش هذه المشاكل، ما تصراش هذه، مش يروحوا يعني يأيدوهم على طول.
هذا خطأ، يعني ما لازمش الواحد يأيد الظالم، لازم قال لك إذا كان انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا ظالم نعت له الطريق، هذا هو الشيء. فإذا كان هم عندهم يعني يحبوا يساعدهم يعني القويطة هذه يساعدهم السياسة تاعو، فينصحوه باش ما يروحش يظلم الناس. هذه هي منير، بما أنك تتخاطب بخطاب ديني، دعنا نقول لك من مسألة الموقف الديني، لو طالبتك أن تنحاز في مالي، إلى أين تنحاز اليوم؟ للمتمرد أم للحاكم؟ حتى لو كان الحاكم متغلبا، حاكما متغلب متأمر انقلب وأخذ الحكم، دينيا ماذا يقول الدين هنا؟ وأنت ما شاء الله شيخ حنين وتدمع عينيك من أجل جلول سلامة وهذا الأمور كلها. أيوة، يستاهل جلول سلامة، يستاهل أكثر من الدموع، يعني هذا رجل صادق، يعني ما كذبناش، صدقنا. هذه كبيرة، هذه كبيرة يعني. أنت نزلت شي دموع على صنصاء؟ لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا تتكلم على هذاك الرجل، هذاك إنسان هذاك هو يقول بعظمة لسانه أنا ملحد. طيب وأنا مثلك. طيب ومحمد الأمين بالغيث ما فيش نزلت دمعة كذا حلوة ولا شيء؟ لا، هو أتعاطف مع بالغيث، هو كذلك إنسان ظلم يعني. لا هو مش التعاطف، هل نزلت دمعة في خدك ولا شيء ولا؟ الحقيقة يعني أنا تأثرت الجلول سلامة أكثر من غيره، لأنه إنسان صادق، وتكلم تحس لما كان يتكلم تتحس أنه كان خائف، على باله أنه كلامه يجلب له المشاكل، لكنه هذا قال لأنه إنسان صادق. هذا هو الشيء يعني اللي أثر فيا كثير، لأنه إنسان صادق قال الحق، وهذا الحق جاب له المشاكل، وهو مريض يعني ما يقدرش، ما عندوش يعني القدرة حتى يتحمل. هذا هو الشيء اللي أثر علي في هذا الرجل. صح. اما اسمح لي، اذا كان اسمح لي يعني ارد بعجاله بكل دقيقه، لديك دقيقه واحده، تفضل. لا اتعدى دقيقه. اولا هي الاخت يعني هذه انا احترمها يعني، ولا اقول فيها الا يعني الخير. هي قالت انا اولا قالت لي انا صاحب اللحيه، وهذا شيء يشرفني، وانت قلت نفس الكلام يعني. انا يشرفني ان صاحب اللحيه، وهذه سنه يعني، وكل الناس هي على كل حال لم تقصد الاهانه يعني، باش يعني نذكر برك باللي هذه شرف لي. هذه بالنسبه لخطابها. اما هي قالت انا قلت انا يستاهلوا، وانا لم اقل يستاهلوا يا اخي، بالعكس. هذا قلت لك هذا بلد فقير، وش يعني لماذا أنا يعني اشمت في هذا الناس؟ ما عندهمش ما كانش حتى المقومات تاع الشماته، انما بلد فقير، حتى العاصمه تاعهم ما فيهاش الطرق المعبده. لماذا اشمت فيهم؟ بالعكس انا لانهم يعني كان شعب مظلوم، والشعب هذا المظلوم ما كانش الناس يدافعوا عليه ويرافعوا عليه. فانا من باب يعني المسؤوليه الدينيه، قلت كلامي، قلت رأيي بكل وليس لا أتلذذ أنا بهذه المصائب، بالعكس أنا أتمنى. أشكرك. هذه ما زالت يعني، إذا سمحت لي يعني برك يعني واحدة نقطة أخرى. هي انتهت الدقيقة. نعم، تكلمت على الاضطهاد يعني في الجزائر. يعني هو حتى احنا ما قلناش ما كانش الاضطهاد، مثل ما كنت نقول جلول سلامة وكان 100 جلول سلامة، لكن احنا لما يكون عندك اضطهاد يعني مش يعني هذا تسكت على الشيء اللي خارج البلد وما تتكلمش فيه. ما هذا يعني ليس هناك تناقض انه يكون اضطهاد في الجزائر ويكون واحد يدافع عن الناس المظلومين والمضطهدين خارج الجزائر بكل بساطه. طيب سؤال اخير لك، علي بالحاج نزلت عليه دمعه ولا دمعتين؟ والله هو علي انا اتعاطف معه. انا قلت لك انا الدمعه نزلت على هذا الرجل لانه يعني هو حتى علي بالحاج انسان صادق يعني، وكلهم ناس انا اتعاطف معهم يعني، بس انا تعاطفي مع هذاك الان اكثر لانه انسان يعني استفتي في شيء يعني وقال الحق، لأنه طيب. قال الحق عند سلطان جائر. شكرا لك. كلمة الحق عند سلطان جائر. بارك عند الله سلطان جائر. شكرا لك وحياك الله أخي منير. إخواني الذين يتحدثون في التعليقات عن الانفجار اعملوا لهم كتب. الانفجار، أي انفجار، قال لك انفجار في مراكش، انفجار في باتنا، أي تعليق عن الانفجار دقوه كتم إلى نهاية اللايف. والتكبيس ضعيف بزاف، لا يرقى إلى مستوى الهجمة. استمروا في التكبيس أكثر وأكثر. الله يزوجكم ويحفظكم ويبارك فيكم. يزيد، تفضل يا يزيد بن معاوية. السلام عليكم ورحمة الله لكل المتكلمين والسامعين والكاتبين وكل شيء. مرحبا أخي أسعد، أول شيء حاب نوجه لك ملاحظة إليق تتقبلها. تفضل يا أخي.
شوف يا اخي، لما يتهجم عليك انقطع الصوت، انقطع صوتك يزيد. ويوه يا يزيد. لا امير، لا تقول لي لحظة يا الشهداء. أخي، لحظة، ما سمعناك، انقطع صوتك، ما سمعنا والو. عيد عيد عيد، عاود من البداية. اكتبوا له يا جماعة أنه صوته مقطوع، اكتبوا له الأخ يزيد. يزيد خلاص، سدوا ميكروفون يزيد وناخذ واحد آخر إلى أن نشوف يزيد ما الذي لديه. المالكي تفضل. السلام عليكم، حياكم الله أخ أسعد، وش راكم؟ بخير الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله. قبل البداية أول مرة أطلع معك يا شيخ أسعد. مرحبا بك، أهلا وسهلا. الله يسلمك. يعني أريد أن أشكرك، يعني شفت أنك يعني ما شاء الله سد مانع في التوغل